غنشوفو وجهنا في المرايا، غنعرفو واش عندنا شي قضاء، واش عندنا شي دولة ولا غير الهضرة. شكاية ضد أخنوش فيها إهانة العلم الوطني. كلنا شفنا أخنوش فاش جلس رئيس الحكومة ديال المغرب، جلس على الراية ديال المغرب، هذيك الراية اللي الناس كيحطوها فوق الكتاف، الناس كيهزوها في الأعالي كترفرف. وفي الدستور المغربي كاين انه جريمه انك تهين العلم الوطني، لانه واحد من الرموز ديال الدوله، واحد من الرموز ديال المغرب، راه العلم الرايه ديال البلاد هذيك. المهم المغرب كامل محاميين حقوقيين مواطنين استشعروا بان هذاك الشيء راه اهانه للعلم الوطني. حاليا الشكايه ها هي تحطات، الاهانه راه الناس حسوا بها، غنشوفوا بعدا واش غيعيطوا ليه، وفاش يعيطوا ليه الا عيطوا ليه غنشوف واش غايجي بعدا. لانه كما تنعرفوا راه شحال من واحد تلح ضدو شكايه، جمعيات حقوقيه، جمعيات ما تقيس، جمعيات تقيس، راكم عارفين اللي غنات ضدو جمعيه، اللي دار شي حاجه ضدو جمعيه، اي حاجه، اي مواطن بسيط كترفع ضدو شكايه. شحال من واحد تحاكم، شحال من واحد. المهم كل واحد وكيفاش عاوتاني، كاين اللي خرج براءة، كاين اللي خلص كفالة، كاين اللي دوز حبيب بيش، كل واحد وكيفاش. المهم ما تيهمناش، هادوك مواطنين وعادي وتايجي وكل واحد القضاء تيقول فيه كلمته. حنا دابا غنشوفوا خنوش واش بعدا غيعيطوا ليه. الشكايه ها هي، داكشي اللي كيدار للمواطنين ها هما. قضيه راي عام، قضيه راي عام، كلشي قال لك اودي بانه الرئيس ديال الحكومه ديالنا جلس على الرايه ديالنا. قضيه راي عام، احنا غنشوفوا واش غيعيطوا ليه، ولا عيطوا ليه غنشوفوا واش غيجي، ولا جا ديك الساعه نشوفوا بعدا يعطي المبررات، بعدا نشوفوا رئيس الحكومه، لانه هذا الشيء راه ما تنشوفوش في المغرب، تنشوفوا غير في الدول المتقدمه وكذا. رئيس الحكومه يجي بعدا يتحاوروا وكذا ويعطي التبريرات ديالو، والمحاميين ديالو الا كانوا واعرين يخرجوه براءه. المهم حنا غير واقف قدام القضاء المغربي، لانه وجع كلشي ها هو. حنا تنشوفوا شفنا الاهانه، الناس استعروا الاهانه واعتبروها اهانه، حقوقيين محامين بزاف ديال الناس، بزاف مواطنين، حتى واحد ما عجبو ان رئيس الحكومه يجلس لنا على الرايه ديالنا. ها الشكايه ها هي. ايوا غنشوفوا واش غيعيطوا ليه، واش انا شنو كنتوقع، ما غيعيطوا ليه، ما غيجي، ما غتمر مرور الكرام وكانه حتى شكايه ما دار، حتى حاجه ما دار. وفي نهايه المطاف لا حول ولا قوه الا بالله.